السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جبت لكم مشروع رمضاني مطلوب بقوة في الاسواق. خياطة مئزر بالقماش والجلد اونتي فويت. عنده زوج وجوه خواتاتي، عملي وانيق بزاف، والاحلى من هذا انت الاولى اللي راح تخدميه كموديل جديد ومميز. اذا عجبتكم الفكره ما تنساوش تشجعوا القناه باللايك وتعليق ودعم باش هكا نولي نطلع لكم جديد ان شاء الله. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا كما راكم تشوفوا عندي هذا القماش كنت خدمت به الليزار المره السابقه تاع الباب، خرج بزاف شباب خواتاتي، وبقى لي هذه القطعه غادي نخدمها معكم اليوم كمئزر. شوفوا هنا عندي الجلد، هذا الجلد اونتي فويت. كاين بزاف اللي سقساوني القماش هذاك الابيض، هذا خواتاتي ماش قماش، هذا جلد. شوفوا هذا الجلد تخدمي به الدراؤوس، تخدمي به هذا تاع ضد التسربات، ما يفوتش الماء. فيه جهه فيها سربيته وجهه جايه هكا كي طواسيري من الفوق. شوفوا خواتاتي بزاف شباب، يدير 68 في المتر بالنسبه للاخوات اللي سقساوني شحال يدير. وكاين بعض الاخوات اللي سقساوني وين المحل، راني هوت شريت عليه وسقسيته وجبت لكم كاع المعلومات عليه. نشوفوا رقم المحل 39 جاي في الدرب خواتاتي، في الدرب في وهران. كاين بزاف اللي سقساوني وين، وعطاني رقم الهاتف راني كتبت لكم كلش. صوروا هذيك الورقه هكا باش تعرفوه. هنا شوفوا خواتاتي نحكموا الجلد تاعنا هذا. ندي القياس على حساب المئزر اللي غادي نخدمه. دوك نفصل القماش هو الاول باش هكا ما نخلطكمش. ندو القياس الطول والعرض قبل ما نفصلوا. هنا شوفوا خواتاتي دائما شوفوا الرشمه تاع القماش اللي تكون عندكم. كما انا هنا راه في هذا التفاحات، مانيش باغيه التفاحات يجوني هكا جنب، انا بغيتهم يجوني بالطول. كي نرفد المئزر تاعي هاد التفاحات يجوا هكا واقفين على حساب الشكل تاعهم. شوف باش يجوا هكا يجوا شابين. نتوما كذلك كي تكون عندكم القماش الاولى شوفي الرشمه اللي تكون فيه كي راهي صاي، باش هكا تجيك خدمه نقيه وفينيه. ما تقدريش ديري هكا حاجه تكون بالمقلوب، ما تعطيش منظر شباب. هنا كما راكم تشوفوا غادي نعطيكم شحال راه فيها طول القطعه هذه ولا طول المئزر شحال غادي ندير فيه. شوفوا هنا القياس اللي راه في هذه القطعه غادي نديرها ديريكت، راه فيها 72 سنتيم. هيا هنا طول المئزر تاعي غادي ندير فيه 72 سنتيمتر. هيا 72 سنتيم طول المئزر. وهنا عرض المئزر غادي ندير فيه 60 سنتيمتر. هيا غندير فيه 60 سنتيم. في الفيديو السابق كنت خدمت لكم في القناه الاولى مئزر، درت فيه 70 ولا 75 والله ما عقلت. المهم هذاك يجي عريض بزاف خواتي، حتى وحده سمينه. وهذا جاي ستاندر، تقدروا تخدموا ب 60 سنتيم تجيكم مئزر تاعكم وافي ويجي شباب. هنا شوفوا درت فيه غير 60 سنتيم. تطوي القماش تاعك كيما هكا وراكي تعبري كاع 60 60 60 حتى تكملي للاخر صايب، باش تخرجي القطعه تاعك نيشان ما تجيكش عوجه. هيا هنا بعد ما تحصلي على كامل القطعه يكونوا كيف تكون متساويه، تجي هنايا تقصي. شوفوا غير بالعقل خواتاتي ما تتقلقوش. القطعه هذه هنا غادي نخليها. هنا تبغي نتيا تشري 60 سنتيمتر، ديري فيها زوج تاع المآزر. بالنسبه للاخوات اللي بغوا يشروا هكا القماش، انا كيما هنايا راه عندي خليته من ليزار. دروك نتيا الا بغيتي تروحي تشري 60 سنتيم، هذيك 60 سنتيم ديري فيها العرض كيما درت انا العرض المئزر تاعي، وهذيك المتر ونص تاع عرض القماش كي تفتحي غادي تلقاي فيه متر ونص. تطوي على 2 يعطيك زوج تاع المآزر. غادي كل الطول تاعه كل وحده غادي يجي فيها 75 صاي، باش هكا ما تخلطوش. في 60 سنتيم غيدير لك زوج نتاع طابليات، باش هكا الاخوات المبتدئات اللي يكونوا معنا يبغوا يخدموا كمشروع تعرف روحها شحال تشري. هنايا شوفوا نجي نحكم القطعه نطويها على 2. هذيك 60 سنتيم هي اللي نطويها على 2. الطول تاع المئزر 73 خلوه في الطول. نجيب القطعه هذه تاع الجلد هذا كذلك نطويها هكا على 2، وهي كذلك تكون فيها 60 سنتيم يكونوا متساويين. غادي نجي نحكمها كيما هكا بعد ما طويتها على 2 وسقمتها مليح. نرفد القطعه هذه نتاع القماش ونحطها فوق هذا الجلد هذا. هيا شوفوا طريقه بزاف سهله خواتاتي، تقدروا تعتمدوا عليها مشروع رمضاني بامتياز كما قلت لكم، وانت الاولى اللي راح تخدميه. هنا شوفوا خواتاتي بعد ما تسقدي القماش تاعك، هنا شوفوا الجهه المغلوقه ديريها مع الجهه المغلوقه، والمفتوحه ديريها مع الجهه المفتوحه. من بعد تجي تقصي كيما هكا. هنا قصوا غير بالعقل ما تتقلقوش. شوفوا هنا نحكموا القطعه هذه بليزيباكل ولا تحكميها هكا بالمساسك باش عاد نروحوا نفصلوها. هيا باش هكا ما يهرب لكمش هذاك الجلد وعلى القماش وتجي قطعه ناقصه على جهه. هنا خاصهم يكونوا كامل كيف. هذا الجهه اللي راني نديرها هكا في المساسك هي الجهه المغلوقه.
هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما حكمتها بالمساسي كيما هكا الجهه المفتوحه هي. دروك هنا نروحوا من الجهه المغلوقه للمفتوحه نعبروا قيمه. شوفوا هنا عندي العرض نتاع عند الصدر عندي 24 سنتيم. هذيك 24 سنتيم غادي نطويها على 2 كيما هكا تعطينا 12 سنتيمتر. غادي نزيد لها 1 سنتيم تاع حق الخياطه. هيا غادي نجي هنايا نحسب قيمه 13 سنتيم من الجهه المغلوقه ونروح للجهه المفتوحه نحسب. شوفوا 13 سنتيمتر، ومن عند هذيك النقطه اللي عينتها تاع 13 سنتيم نهودوا التركيز ندير 23 سنتيم. ومن بعد نجي هنايا نرسم هذه التقويسه هذه. ما نوصلش عند هذيك النقطه تاع 23 سنتيم، لا، قبل ما نوصلها تكليت نطلع قيمه 3 سنتيم، نطلع قيمه 3 سنتيم عليها. شوفوا ها هي 23 سنتيم وانايا ما وصلتش عند هذيك النقطه تاع 23، طلعت قيمه 3 سنتيم ودرت هذيك التقويسه هكا. شوف من بعد ترسمي هاد التقويسه تاعك. شوفوا بزاف سهله الطريقه، نتمنى ان شاء الله تفهموها. وهنا نجي مع الجوانب راه عندي الجلد شويه راه زياده نقصها على حساب القماش باش يكونوا عندي كيف كيف. هيا خواتاتي. ومن بعد هنا غادي نجيب هنا في الجهه السفليه تبغي تخليها هكا كاري، تبغي ديري لها هذيك التقويسه تجي ترسمي كيما هكا خط هكا مائل. شوفوا تقوسي هذا الخط تاعك وتقصي، ولا هنايا تجيبي طبسي. شوفوا هكا باش نبين للمبتدئات مليح، تجيبي طبسي تحطيه هنا مع الحافه كامل كيما هكا وترسمي عليه. شوف باش ما تغلطيش وتجيك سهله الخدمه كذلك. هيا من بعد تقصي هنا تقصي الجلد مع القماش كاع مع بعض. هيا خواتاتي شوفوا طريقه بزاف سهله، نتمنى ان شاء الله كامل راكم تفهموا. مانيش نبغي نسرع لكم الفيديو باش هنايا هذه القناه درتها للمبتدئات من الصفر. ان شاء الله كامل راكم تفهموا معايا. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي حبستي الدروس وكامل، ما حبستش الدروس خواتاتي، قرا غير شويه تطلع القناه باش هكا نحط لكم الدروس، على خاطر وليت نحط الدروس ما ولاش يوصلوا حتى ل100 لهذا قررت نشارك معاكم مشاريع رمضان باش هكا الاخوات المبتدئات يستفادوا منهم. ومن بعد في رمضان ان شاء الله نولي نحط لكم الدروس ونكمل معاكم من جديد. شوفوا هنا خواتاتي بعد ما قصينا المآزر تاعنا هادو هنا راهم زوج تاع المآزر تكلي راهم زوج، غادي من بعد نديروهم مع بعض يولوا مئزر واحد. هنا تبغي تركبي لهم الجيب، الا كنتي باغي دير لهم في زوج الجيب على خاطر كما قلت لكم عندهم زوج وجوه. انا هنا درت الجلد، نتيا لما كنتش غادي ديري الجلد غادي ديري قماش اخر يولي عندك المئزر تاعك فيه زوج جهات، ديري الجهه هذه تاع الفاكهه وديري جهه اخرى كما تبغي نتيا ايني ولا شوفي القماش اللي يكون عندك. لهذا هنا شوفوا خواتاتي قبل ما تركبي وحده مع وحده غادي تركبي لهم الجيب. انا هنا راني فصلت الجيب خواتاتي. شوفوا بهذيك القطعه اللي قلعتها من حردة الابط هي اللي درتها للجيب. هنا طول القطعه راه فيها 14 سنتيم وعرضها راه فيها 21 سنتيمتر. صاي هنا ندير لها شريط البي كامل صاير داير ندور بها بالبي. هيا بعد ما درت لها البي خواتاتي هنا راني شاركتها معكم في القناه، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف تدخلوا شوفوا كيفاش تركبوه. نجي نحكم القطعه هذه نطويها هكا على 2. دوك نعبر لكم شحال هوت وشحال باش عاد درت الجيب تاعي. شوف نطويها هكا على 2 باش نعين لها الوسط تاعها. طريقه بزاف سهله خواتاتي. ما تنساوش الجيم، واللي ماش مشتركه في القناه نقولها مرحبا بك، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. وانتم خواتاتي ما تنساونيش بالبارطاج وتدعموا القناه باش هكا تزيد تكبر والكل يستفاد معنا. هنا شوفوا هوت قيمه 29 سنتيم باش عاد غادي نركب الجيب تاعي. شوفوا هنا الجيب كذلك طويتها على 2، عينت لها الوسط تاعه. عند وين ما عينت هذيك النقطه درت الوسط نتاع الجيب تاعي كما هكا. من بعد هنا تحكمي هكا بلي زيباكل تبتيه مليح باش كي تكوني تخيطي ما يهربلكش في الخياطه. صاي وهنا كي تروحوا تخيطوا الجيب تاعكم شوفوا خواتاتي الخياطه الاولى في البي كانت منا مع الحافه، الخياطه الثانيه اللي غادي كي تركبيه مع المئزر تكون في هذا الجانب هذا. شوفوا وين ما راني درت لكم الايباك تجي منا مع الحافه كامل كيما هكا وتخيطي غير بالعقل ما تقلقوش باش تخرجي هكا خياطه مفينيه وشابه، يكون عندك زوج خياطات بصح واحده بعيده على واحده. شوفوا هنا كيفاش تخيطها. هي شوفوا نقرب لكم غير الكاميرا باش تبان لكم. ها هي الخياطه الاولى وها هي الثانيه. وفي الاول تكون من تركبي الجيب تاعك ديري بوان داري باش تثبتي الجيب تاعك مليح. هنا تقلعي كامل هذوك لي زيبانغل كيما هكا. هنا رانا كملنا الجيب. هذه القطعه الاولى. القطعه الثانيه كيما قلت لكم بنفس الطريقه، لا كنتي باغيه ديري لها الجيب ديري لها الجيب كيما درت لهذه ومن بعد عاد ديريهم مع بعضهم بعض. هنا شوفوا فيه الجلد هذا فيه جهه جلد وجهه سربيته. انا السربيته هي اللي باغيتها تكون في الظهر نتاع المئزر تاعنا.
هنا شوفوا حكمت هذيك الجهه تاع السربيته درتها مع الوجه تاع القماش. دروك هذيك الجهه تاع السربيته راهي لداخل مع وجه القماش، باش كي نقلبها من بعد السربيته تكون على برا، تكون هي الظهر نتاع المئزر تاعي. صاي فهمتوا؟ والجلد راه من الجهه العلويه كيما هكا، راه من الخلف كيما نقولوا. من بعد كي غادي نقلب هذا الجلد غادي يولي في الوسط، يولي لداخل. نحكمها كامل كيما هكا، تحكموها بلي زيبانغل ولا بهذا المساسيك. بزاف عمليين هاد المساسيك خواتاتي، شرو منهم باش هكا ما تثقبوش هذاك الجلد تاعكم. شوفوا من بعد هنايا نخلي هاد الفتحه الاماميه هكا مفتوحه، ومن مع الجوانب وين ما غادي ندير الحزام كذلك غادي نخلي فتحه مفتوحه هكا غير قيمه 1 سنتيمتر مع الجوانب تاع قد ما ندخل هذوك الحزام. من بعد هنا شوفوا بعد ما خيطها نجي هنايا نحكم هذا حردة الابيض كيما هكا نكرونتيها غير بالعقل، هنا ما توصلوش حتى الخياطه باش ما تقطعوش المئزر تاعكم. وهنا شوفوا مع الحافه هنا شوفوا مع الجوانب خليت قيمه 1 سنتيمتر، ها هي هذه باش ندخل منها الحزام. هنا ما بغيتش نركب الحزام في الاول باش هكا نفهم خواتاتي. شوفوا تقدروا تركبوه في الاول ومن بعد تخيطيه هنا باش ما نصعبهاش عليكم. غادي تروحي تحكمي شريط البي، الا كنتي باغي ديري شريط البي ولا كنتي باغي ديري قماش الاني ولا ديري نفس الطريقه اللي درتها معكم انا في شريط البي كيما هكا. حسبت قيمه 53 سنتيمتر في كل قطعه. ها هي هذا الحزام درت فيه 53 سنتيم. من بعد هنا غادي تروحي تطوي كيما هكا الطويه الاولى قيمه 1 سنتيم، ومن بعد تعاودي تبلعي البي تاعك في هذا الجانب. تروحي للحزام الثاني كذلك بنفس الطريقه تطوي قيمه 1 سنتيم وتبلعي الحزام تاعك. هنا نروحوا دروك للرقبه شحال غادي نديروا فيها. هنا شوفوا انا درت فيها 58 سنتيم. هنا اللي ما تبغيهاش هاوده بزاف دير فيها 55 سنتيمتر. تجيك الرقبه تاع تجي البي تاعك يجي هكا شويه شاد روحه طالع. انا ما نبغيش حاجه هكا مزيره بزاف باش ما تجينيش. درت فيها 58 سنتيم خواتاتي. هنا شوفوا نحكموا القطعه هذه تاع الحزام اللي درت لها الجهه اللي درت لها طويه قيمه 1 سنتيم هي اللي غادي تجي مع الربطه، وهذاك اللي خليتها هكا نورمال ما درت لهاش طويه غادي نخيط عليها دروك نركبها في المئزر تاعنا. وشوفوا هنا الخياطه خواتاتي كاين جهه راهي مخيطه وجهه راهي نورمال تاع البي. الجهه هذيك اللي مخيطه غادي نديروها تشوف في الجهه السفليه كي تجي تركبيها كيما هكا. شوف غادي نجي ندخل هنايا القطعه هذه في هذيك قيمه 1 سنتيم اللي خليتها هنا مفتوحه، وهذيك الخياطه نتاع البي اللي خيطتها نديروها تشوف في الجهه السفليه ما ديريهاش للجهه العلويه. ان شاء الله راكم تفهموني خواتاتي. ها هي شوفوا انا راني خرجت القطعه تاع البي هكا تخرجوها قيمه 1 سنتيم، والخياطه ها هي راهي في الجهه السفليه صاي باش من بعد كي تقلبي المئزر تاعك الحزام من الفوق هذيك الخياطه تكون في الجهه السفليه ما تكونش في الجهه العلويه، تكون خدمه مفينيه وشابه. هنا تحكمي هذاك البي هكا مع القماش بمساك ولا تحكميه بلي زيبانك، ومن بعد نروحوا الجهه الثانيه كذلك بنفس الطريقه. شوفوا خواتاتي القطعه تاع البي اللي درتي لها الكفه خليها ما تربطيهاش، غادي من بعد نربطوها تكون هي في الاخير. واللي ما درنا لهاش الكفه ها هي شوفوا ما درتلهاش الكفه هي اللي غادي نخرجها في هذيك الفتحه. والخياطه كذلك في هذه الجهه تكون في الجهه السفليه. الخياطه تاع البي هي اللي تكون في الجهه السفليه اللي خيطت بها البي صاي بعد ما قفلته. ان شاء الله هكا تكونوا فهمتوني. هنا كذلك خليت فتحه قيمه 1 سنتيم في هذا الجانب هذا نخرج منها هكا البي قيمه 1 سنتيمتر، ومن بعد غادي نروح ندي ونرد عليه في الخياطه نثبتها مليح. انت هنا الا ما كانش عندك البي تقدري ديري قماش وبنفس الطريقه تخدمي هذه، ولا في الاولى تثبتيه من بعد عاد تبلعي المئزر تاعك كاع صاير داير صاي. هيا خواتاتي هنايا كما تشوفوا غادي نخيطه. هنا بعد ما خيطت القطعه هذه هيا غادي نقلبها على الوجه تاعها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما قلبت القطعه نتاع المئزر تاعنا على الوجه تاعها كما هكا دروك هنا يبقى لنا الرقبه غادي نديروا لها هذا الشريط البي هذا. هنا كذلك تبغي ديري شريط بي ولا ما كاش عندك ديريها غير بالقماش الاني ولا من القماش تاع اللي تشريه هذا تاع المئزر كما هكا خدميه كيما البي وخدمي به. شوفوا خواتاتي هنا الخياطه كذلك غادي تحكمي الخياطه تاعك غادي تكون في الجهه اللي جايه لداخل. هنايا دروك تجي لداخل والخياط والبي اللي ما فيش خياطه شوفوا خواتاتي يكون مع الجانب مع الحافه.
ان شاء الله تكونوا برك تفهموني. وهنا شوفوا نحكموا القطعه هذه اللي خليناها مفتوحه، ندير لها طويه قيمه 1 سنتيم للداخل، وندخل معها البي قيمه 1 سنتيمتر كذلك للداخل. وهنا شوفوا الخياطه كذلك في الجهه الزوجه البي الخياطه تاعها تكون للداخل، هذيك الخياطه اللي خيطنا بها البي تكون للداخل في الوسط كما نقول، ومنا مع الحافه غادي ما يكونش فيها خياطه باش هكا البي تاعك يكون فيني وشباب. هنا كذلك تدخلي القماش قيمه 1 سنتيم منا في هذا الجانب، ومن بعد دروك هذه القطعه هذه غادي كامل ندخلوا قيمه 1 سنتيم للداخل هكا ونخيطوها. هنا ثبتيها الاولى بلي زيبانغل ولا هكا بالمساسك، ومن بعد تروحي تخيطيها ضرو كاع صاير داير. هنا تدي وتردي في الخياطه باش هذا الكوردون هكا تاع الرقبه ما ينحلكش، تدي وديري بوان داري، ومن بعد تفوتي عليها كامل تخيطيها كاع صاير داير. خواتاتي نخيطها ونولي معاكم نوريكم المئزر تاعنا واجد. وهنا شوفوا في الاخير خواتاتي بعد ما خيطت القطعه هذه وفوت عليها كامل صاير داير بالخياطه مع الحافه، دخلت قيمه نص 1 سنتيم وخيط. شوفوا هنايا كي تقلبي المئزر تاعك تلقي هكا هذاك الجلد فيه كي السربيته من برا، كي تقلبي هكا كاينه كي السربيته، وفي الامام كاين القماش هذاك. هنا ما خيطتهمش مع بعضهم بعض هكا باش تقدروا تغسلوهم، تفرزي ما بيناتهم هكا وتحكيهم يتغسلوا لك بالخف، وكاع تخيطيهم مع بعض كذلك تقدري تغسليهم. انا بغيت نشارك معكم هذه الطريقه، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا خواتاتي هنا ركبتها لكم هكا في الماكا، شوفوا خياطه تجي فينيه وتجي شابه. ان شاء الله تخدموها وتعتمدوا عليها كمشروع في هذا رمضان ان شاء الله وتسترزقوا منها. بالنسبه للاخوات المبتدئات نتمنى ان شاء الله يكونوا فهموا الشرح تاعي. وهنا شوفوا المئزر هذا كنت شاركته معكم في القناه الاولى، حطيته الفيديو السابق، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف كذلك ادخلوا شوفوا. هذا كذلك درت له الجلد في الخلف تاعه، شوفوا جا بزاف شباب وكان عليه طلب كثير، هي شاركتها معكم. وفي الاخير غادي نزيد نخدم نهايه الفيديو اليوم ان شاء الله مئزر زوج وجوه جلد اونتيفويت مع قماش بزاف شباب، عملي انيق ومشروع رمضاني ناجح بامتياز. وبارطاج للقناه اذا عجبكم الموديل ما تنسوش جديد احسن ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله رمضانيه مربحه. خلوا لي رايكم في التعليقات الفيديو القادم باش ندير لكم في مشاريع رمضان ان شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحكم ومع السلامه.